دكتورة عماد لما اتسألت عن ايه روتين الاكل بتاعها قالت ان هي بتشرب الصبح شوربة العظم او البون بروس دي كده بتاخدها في اول يومها. فانا عايزه بقى اكلمكم عن فوائد شوربه العظم، هتعرفي ليه لازم تدخليها روتينك، لانها سهل ان انت توفريها، مش غاليه خالص، وفي نفس الوقت هتوفر لك كميه فوائد هتاخديها من مكملات غاليه قوي، بالاضافه لان حتى المكملات مش هتديكي نفس النتيجه بتاعه شوربه العظم. فتعالوا كده يلا نتكلم عن شوربه العظم شويه، يلا انا متحمسه جدا. يلا اول حاجه شوربه العظم بتحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم. الكالسيوم طبعا معروف لصحه القلب وكمان لصحه العظام. المغنيسيوم بقى عدي معايا يا ست الكل، لو انت بيجيلك كرامبات في العضلات، يعني في ناس على فكره بتصحى من النوم من الم الكرامب بتاع العضلات من شدته في رجليها بالذات عند السمانه كده، وفي ناس بيجيلها كرامبات في حتت كتير. لو عندك الغضروف وعامل ستريس على العضلات، فجزء اساسي من العلاج انك تاخدي مغنيسيوم. المغنيسيوم كمان مفيد جدا انك تنامي نوم هادي. المغنيسيوم مفيد لصحه امعائك، يخلي لو عندك امساك او اسهال بيظبط صحه الامعاء عموما، سواء امساك او اسهال بيخلي الحاله وسط. المغنيسيوم كمان مفيد جدا للبشره، يعني حتى في جانبن دلوقتي عامله كولاجين معاها مغنيسيوم. طيب كمان في فيتامين اي. فيتامين اي معروف جدا لصحه البشره، خصوصا الناس اللي عندها التهابات او حب الشباب. فيتامين اي بياخدوه اساسا اقراص زي نتلوك او الايزوتريتينوين، الماده بتاعته اصلا فهو موجود بشكل طبيعي في شوربه العظم دي. فلو عندك حبوب هتلاقيها قلت. كمان فيتامين اي معروف جدا للنظر، عشان كده دايما يقولك الجزر بيقوي النظر، عشان الجزر فيه فيتامين اي. فانت لما هتاخدي شوربه العظم هتكوني بتدخلي لجسمك احتياجه اللي محتاجه من فيتامين اي. كمان فيها فيتامين اي مضاد اكسده قوي جدا، وفي نفس الوقت كمان بيرطب البشره. وفيها فيتامين بي لا غنى عنه للاعصاب ولصحه الاعصاب. لو انت واحده بتتمرني تكوني محتاجه اعصابك تكون كويسه، عندك الغضروف سواء في الرقبه او في ظهرك من تحت بيبقى ضاغط على الايد او الرجل، على اعصاب الايد او الرجل، فبتكوني محتاجه تقوي الاعصاب دي لغايه ما تعالجي الغضروف. طيب كمان في الكولاجين كده كده طبعا. تمام، حته الكولاجين دي بقى محتاجين ان احنا نفهم. الكولاجين اللي في شوربه العظم لما بيستوي بيتحول لجيلاتين، فبتكوني بتاخدي فوائد للبشره. الكولاجين طبعا معروف للبشره والفوائده في البشره، وفي نفس الوقت الجيلاتين ده بيتكسر للاحماض الامينيه اللي جسمك محتاجها. فلو عندك اي نقص مثلا في بروتين معين في الجسم، الاحماض الامينيه دي هتبدا تتكون البروتين ده. بلس حاجه تانية مهم نقولها، الالم يعني المفاصل عموما، الكولاجين ده هيبدا ان هو يقوي المفاصل ويقلل اللود اللي عليها. فلو عندك مشكله في ركبك او في كوعك او في ظهرك، فقرات ظهرك، هتلاقي الموضوع برضو بدا يتحسن. صحه الامعاء بقى، وهنا نقف شويه. في حاجه في اللي هو البون بروس او شوربه العظم اسمها الجلوتاميك اسيد. الجلوتاميك اسيد ده عليه دراسات كتيره جدا اثبتت ان هو بيحسن من صحه الامعاء وبيقلل من حاجه اسمها ارتشاح الامعاء. هتنزل حلقه ليها الاسبوع ده متكلمه فيها بالتفصيل عن كل حاجه عن مشكله ارتشاح الامعاء، وازاي ان ارتشاح الامعاء ده اساس اغلب الامراض اللي موجوده دلوقتي، وخصوصا الامراض المناعيه، بهاء، صدفيه، روماتويد، اي مرض مناعي. الام اس اللي بقى منتشر دلوقتي بصوره كبيره. الجلوتاميك اسيد ده بيبدا ان هو يرمم الامعاء، فبيقلل من ارتشاح الامعاء. ارتشاح الامعاء ده باختصار لغايه ما اعمل الحلقه، هو ان الامعاء بتبقى المفروض ان هي يعني بيبقى فيها نسبه نفاذيه تخرج اللي الجسم محتاجه بره الامعاء. اللي بيحصل بقى يعني تخرجه على الدم. اللي بيحصل في ارتشاح الامعاء ان الخروج بيبقى ازيد شويه، فبيبدا ان هو يخرج سموم وحاجات بتخش الجسم. طبعا المناعه بتلاقي اجسام غريبه فبتبدا تهاجم فيها، فده بيسبب ارهاق للمناعه، ومع الوقت بيعمل خلل في المناعه فتبدا ان هي تخبط في الجسم، وده اساس الامراض المناعيه. هعمل لكم حلقه عنها. بس الجلوتاميك اسيد اللي فيه شوربه العظم اساسي لقوه الامعاء. كمان شوربه العظم بيكون فيها ارجينين. الارجينين ده اتعمل عليه دراسه سنه 2015 على فران كان عندهم التهابات قويه جدا، ولما خدوا الارجينين ده لفتره الالتهابات اللي عندهم قلت جدا. طبعا الالتهابات كنت عامله عنها حلقه، هي اساس اغلب الامراض، فلما بنقلل الالتهابات كده بنكون مشاكل العظام. طبعا يعني معروف الكولاجين وده كولاجين وشوربه عظم، فاكيد يعني العظام هينوبها من حب جانب. في حاجه اسمها برولين وجلايسين بيكونوا موجودين، دي احماض امينيه موجوده في شوربه العظم. الاحماض الامينيه دي اساسا داخله في تكوين الاربطه والمفاصل. تمام، فانت كده جسمك بياخد الماده الخام اللي هو بيبني بيها الاربطه والمفاصل، فده بيقوي طبعا من اربطتك. لو انت بتتمرني ولو عندك اصابه دي هتكون حاجه خطيره جدا انك تبداي تقوي وترجعي اربطتك كويسه من خلال شوربه العظم.
نيجي لنقطه نزول الوزن. بصوا يا جماعه، الحاجه الوحيده اللي بتسبب تخزين الدهون هي الانسولين، عشان بس نبقى خلصانين كده بالبلدي بقى. اقعد اقول لك سعرات وبتنجانات، هو اللي بيسبب تخزين الدهون هو الانسولين. لو مفيش انسولين محدش هيتخن، يعني لو انسولين معليش محدش هيتخن. تمام. طيب شوربه العظم دي بيكون فيها بروتين وبيكون فيها دهون، ما فيهاش انسولين خالص. تمام. فانت لو خدتي شوربه العظم دي مبدئيا هي بتقفلك، البروتين والدهون مع بعض هيقفلوكي قفله بنت لذينه. يعني انت مثلا لو خدتيها في اول يومك انت ممكن تقعدي بعدها 6 ساعات من غير ما تاكلي وانت شبعانه. تمام. فده طبعا هيزود الشبع جدا. في نفس الوقت الشبع ده مع انك ما علتيش سكر الدم، مع انك اديتي جسمك البروتين والدهون اللي هو محتاجه، اكيد 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 هيساعدك انك تخسي وش يعني منطقي، وهيساعدك كمان في بناء العضلات. تمام. والدهون الطريه الملزلزه دي بقى زي ما قلت لك كده تقعد بقى تشتغل على البشره والشعر، وتبقي ايه وفرتي الاكل اللي انت بتاكليه وقللتي الوجبات بتاعتك. طبعا احنا قلنا ان هي فيها مغنيسيوم فهتحسن النوم، بلس كمان ان فيها جلايسين، والجلايسين ليه قدره كبيره جدا على تحسين جوده النوم. عملوا دراسه على ناس ادوهم 3 جرام من الجلايسين كل يوم قبل النوم، جوده نومهم اتحسنت جدا، والناس دي كان عندها مشاكل في النوم. ودي الدراسه، يعني انا هسيب لكم كل حاجه بجيب منها المعلومات تتاكدوا منها. الحاجه الاخيره طبعا البشره يا جماعه اتكلمنا عليها كتير، قلنا فيتامين اي، وقلنا فيتامين اي، وقلنا المغنيسيوم، وقلنا الكولاجين نفسه. بجد شوربه العظم هتساعدك جدا ان بشرتك تفضل كويسه، وانت لو خدتيها من 25 كده او من فوق ال 25 هتحمي نفسك من ان الكولاجين يبدا يتكسر اكتر، مع طبعا اللي دايما بقوله لك ان احنا نقطع السكر الابيض عشان الصداع وعشان المشاكل. بس بقى كان في سؤال بقى كده، هل لو انا باخدها مش محتاجه ان انا اخد كولاجين؟ زي ما قلنا ان هي فيها جيلاتين بتخش الجسم، بتفيد البشره بس بتفيد حاجات تانية. فالحلو قوي انك تاخدي الكولاجين البحري الاقراص مع شوربه العظم. يعني مثلا تاخدي الكولاجين البحري كل يوم واشربي شوربه العظم دي حتى يومين في الاسبوع. ما تضغطوش على نفسكم يا جماعه في اللي هو مثلا ده مفيد انا هدخله كل يوم، مش هتعرفي تكمليه. فانت ممكن تخليها مثلا مرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع اللي تقدري عليه وتستمري. اهم حاجه الاستمراريه يا جماعه، والله الدايت واي عاده صحيه او اي عاده عموما اساسها الاستمراريه. وبس كده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. لو عايزين بقى تسالوا عن اي حاجه في تفاصيل المتابعه تقدروا تبعتوا لي رساله، عندكم سؤال سيبوه لي في الكومنتات. وبس اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. سلام.